فترة امتحانات الثانوية هنا حصل معايا موقف ابن لذينة ذات من قوة خبرتي في تعلم المواصلات الظريفة اللطيفة هنا في مصر. خلصنا امتحان من امتحانات الثانوية واحنا كنا بنقدم في منطقة اسمها الأسمرات، يعني قريبة من المقطم. فكان في ميكروباصات عارفة انه في فلسطينيين بيمتحنوا هنا فواقفين بيحملوا، يعني واحدة من خطوط السير كانت رمسيس ونادي السكة، واياميها كانت الأجرة ب9 لرمسيس ونادي السكة ب7. الكلام هذا الصيف اللي فات. فالميكروباص حمل وما كانش فيه اي حدا مصري، كنا كل هياتنا فلسطينيين. فاول ما ركبنا بنسأل الوسطى كام الأجرة يا اسطى، واعطانا سعر خرافي فلكي، قال لنا الأجرة 20 جنيه موحدة يا جماعة. للاسف الشديد الفلسطينيين اللي متعودين على الاوبر لما يلاقي ميكروباص ب20 جنيه بوصله قريب من بيته بشكل بسيط هيقول لك يا سلام 20 جنيه وانا اللي بدفع 150 و200، ولكن هي في الواقع اكبر نصبايا ممكن تاكلها. فالعبد لله فعل مود الردح والزعيق، ودخلت في مشاده كلاميه مع السواق وقلت له مفيش حاجه اسمها 20 جنيه، انا مش رايح بنها لا مؤاخذه يعني. فهو بمنتهى البساطه قال لي مش عاجبك انزل. فانا رحت مصعد الليفل بقى، قلت لكل اللي في الميكروباص يا جماعه محدش هيدفع اكتر من 9 جنيه، واللي رايح نادي السكه هيدفع 7 جنيه. قال لي انت ازاي؟ قلت له هي كده، ما تقعدش تستغل فينا عشان احنا فلسطينيين ومش عارف الكلام دوت. واكتشفت في نص الكلام انه في مصري معانا في الميكروباص. قال لي لا يا باشا هو بيستغلني زيكم. قال لي لو انت ما قلتش انا هدفع ال 20 جنيه زيكم يعني عادي تماما. ففعلا يومها فرضت الكلمه وقلت له يا 7 جنيه هتاخدهم وتنزلنا نادي السكه كلنا ومش عايزين منك حاجه تاني، لان هو رفض يوصلنا رمسيس في الاخر يعني. وللاسف الشديد اكيد في كثير ضحايا راحوا في هذا الموضوع سواء مصريين او فلسطينيين او ايا كان، لانه لما بيشوفك غشيم بيغفلك. وعموما هو لا يمثل الا نفسه، وما عرفناش الا الاصاله والطيب عن الشعب المصري الظريف اللطيف. ولو انت فاكر ان العبد لله ما حدش استغله قبل كده تبقى غلطان تماما. انا عملت الهليله دي كلها عشان قبليها بيوم بس كنت لابس الخازوق وميكروباص استغلنا ودفعنا تقريبا 15 جنيه على مواصله ما كانتش تسوى تقريبا 7 أو 6 جنيه. فمن يومها وانا بسال قبل ما اطلع كام الاجره، ممكن اسال عامه الناس مش شرط الناس اللي راكبه معايا. وصديقي الذي تشاهد هذا الفيديو انتبه انت ايضا، يعني الله يستر علينا وعليك. شكرا.